كارتوفل سلطة تفوقت على الألمان. شوفوا الطريقة بتجنن. حزر اليوم شو بدي اسوي؟ اليوم بدي اسوي كارتوفل سلطة. بنتي عندها حفلة بالمدرسة، فقالوا لي شو بدك تساوي، وانا رحت كترت غلبة وقلت لهم كارتوفل سلطة بحياتي مالي مساويتها، فهلا حساويها معكم، رح لكم شو مكوناتها وان شاء الله تطلع طيبة. هلا اهم شغله كله مهم طبعا، بتجيبوا بهارات السلطه موجوده باي سوبر ماركت بدكم اياه، في كنور، في ماجي، هي هيك بتجي كذا ظرف بقلب بعض، يمكن شي 5، اي بهارات بدكم اياهم. وبعدين بتجيبوا هذا المخلل، بدنا المي تبعوه بس المخلل هذا بيجي هيك حامض على حلو، يعني بصراحه هلا ما كنت استطعم هذا حلو ولا حامض، بس المهم هذا مخلل الماني غير المخلل تبعنا السوري، عرفتوا؟ وبتجيبوا الشبت. هلا انا بجيب الشبت دائما بتلجه بالبراد، مشان هيك حاطته باكياس مفرزه، اسمه ديل بالالماني. وبتجيبوا كمان مايونيز. هلا المايونيز بدكم تساووا على ايدكم، بدكم تجيبوا جاهز، انا جبته جاهز. بتسلقوا بطاطا وبتسلقوا بيض وبصل اخضر طبعا. وهلا بتذكر شو في كمان مكونات لازم احطها. طبعا وما ننسى البقدونس. البقدونس انا عندي صحيح بس هذا مثلج بيجي كتير ناعم، احسن ما اقعد افرم هلا. والبصل الاخضر هدول كمان. واخر شي بتحطوا زيت زيتون او زيت عادي اللي بدكم. هلا بعد ما بتقطعوا البطاطا هيك بمربعات، حتجيبوا البيض مثلكم بدكم تسلقوا بيض، وحقطعهم انا بهي الطريقه. انتو بدكم تقطعوهم مربعات صغيره مثل ما بدكم، بس انا هيك حقطعهم رقاق وبهذا الشكل اسرع لي. حتجيبوا المايونيز. هلا المايونيز مو ضروري كل العلبه تحطوها، ببين معكم انتو بعدين يعني. وين نحط كمان البقدونس المثلج هذا كله، هلا لانه بطاطا سخنه يعني كله بيصير. وبتحطوا هذا الشبت اللي هو ديل. هلا انا عندي كمان حشوف اذا في لسه، يعني حسب قديش، مشكلة ما حيبين معكم. هو بين قطع ايه صحيح. ححط مرقة المخلل، وهلا حقطع المخلل وحقطع البصل وحطهم فوقهم وهيك، ونحط ملح. لا بهارات لازم نحط الملح. والله سهلة الأكلة على فكرة. هاي ارجي ازرق ولا ارجي شو بخلق. ولا المرحلة الأخيرة حطيت البصل وحطيت طبعا مخلل، حركتهم كل العلبة راحت مع المرقة تبعها، يعني مية المخلل. هلا ححرك البصلات وبعدين لحظة الحقيقة حدوق. طبعا هي شكلها النهائي، لندوق. بسم الله. بتجنن على فكرة، هاتوا الجنسية، فوقت على الألمان بذاتهم، بتجنن، رهيبة رهيبة فظيعة، لازم تجربوها، لازم تجربوها عن جد طيبة.